فنانة قدرت إنها تتربع في قلوب محبيها بسبب خفة دمها وابتسامتها المميزة، وكانت من أشهر الفنانين اللي قدموا فن المونولوج، نفست بيه النجوم الرجالة وقتها، وده كان سبب إنها تتقاسم معاهم العديد من الأدوار، زي نجم الكوميديا إسماعيل ياسين اللي شاركته في أفلامه وكان ليها طابع خاص ونكهة كوميدية مميزة. الفنانة سوريا حلمي قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة واللي بقت علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية، لكنها اتميزت بشكل كبير مع زميلها الفنان إسماعيل ياسين اللي اشتهر هو برضه بفنه المونولوج، وقدموا مع بعض 10 أفلام في مشوارهم السينمائي وكلهم نجحوا، وهما إسماعيل ياسين في بيت الأشباح وبشرة خير، حلال عليك، الهوى ملوش دوا، كلمة الحق، حظك هذا الأسبوع، وحلاق بغداد، وكيلو 99، وإسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، وآخرهم عجيب أفندي. وما اقتصرش نجاح سوريا حلمي على أفلامها مع إسماعيل ياسين، كمان نجحت في كتير من الأعمال السينمائية مع كبار النجوم، وقدمت أفلام زي أخيرا اتجوزت، ولو كنت غني، والعريس الخامس، ونداء الدم، وعريس الهنا، ومن الجاني، وبائعة الخبز، والسوق السوداء، وليلة الحظ، والقرش الأبيض، وليلة الجمعة، وكازينو اللطافة. وقدمت العديد من المسرحيات زي لوكندة الفردوس مع عبد المنعم مدبولي ومع خالص تحياتي، وكان آخر عملها فيلم اتنين ضد القانون، وده كان في سنة 1992 مع الفنان عزت العلايلي وفيفي عبده، ورحلت في 9 أغسطس سنة 1994 وكان عمرها وقتها 70 سنة، وتركت وراها أعمال فنية تركت بيها بصمة عند جمهورها، وقدمت للسينما حوالي 70 فيلم و300 مونولوج.